السلام عليكم، أنا إسلام والنهاردة هنتكلم عن سواقين الميكروباص في مصر. الملعب ولع. الملعب ولع. اتحرك يا كابتن شهاوي. اتحرك يا كابتن شهاوي. فريقك في بص، الميكروباص ده بالنسبة لمصر هو بيعبر عن مصر بالظبط. هي دي مصر عامة، هو دي الناس الشعبية. هتشوف فيها مواقف كتير. وانت مالك؟ انت انا كلمتك، انت اللي كلمتني، انا جيت جنبك. انت مين؟ انت انا اعرفك ولا عمري شفتك؟ زي يخرب بيت الشراشيح يا بنتي، يخرب بيتك انت لوحدك. اهو والله لمة الوسخه، ما هي الوسخه اللي زيك كده، ما هي انت عشان وسخه فشايفه الناس زيك. بص، وانا مش عايز ابين لك الميكروباص والحاجات دي حاجات سلبيه، يعني كل المواقف اللي انا قلتها تعتبر سلبيه. ولكن انت طول ما انت ماشي رايح مدرستك، رايح شغلك، رايح اي مشوار ليك، بتلاقي بقى حاجات من دي كتير. ناس ماسكه في بعض ناس بتضحك مع بعض، ناس بتحكي مواقف. خد واحد يا اسطى. خد اثنين. خد ثلاثة يا اسطى. خد أربعة. خمسة يا اسطى. ستة. هو أمور ده ميكروباص. حاسب يا سيدي، يا رب خد الدنيا اللي جنبي ورايح. حاسب يا سيدي. ماشي ليكي موقف هتقفي فيه حالا. بس ده ما يمنعش ان في مواقف بشعه زي كده. يلا كده صلي امه. يلا يا تعال بلد تعال علينا الصوت. نزل هيقول له ده واحد مفرق الراجل اهي. نسيت يا عم يا اسطى يا اسطى. ويا سلام بقى لو في زحمه عليه، احلى استغلال للاجره وللموقف اللي انت فيه. مش 45 لا 50 لا بنقول لك 60. انا بجيب 45 يا ابني اهي مكتوبه على الشاشه. 45 يا عم الحاج، مكتوبه يا ابني على الشاشه. ابو بجيب 45 يا عم الحاج. يا اخي بقول لك هي دي الرسمي يعني. طب اقول لك 50 ماشي 60 ماشي، لكن تقولوا في حرام الضعف يا عم الحاج. ما تتعبنيش ولا تعبك ولا اهو. مش هحمل. ما تحملش حاجه بمرضي الله يا اسطى. يا عم انا بمرضي الله يا عم. ويا سلام بقى لو بيتخانقوا على مين يحمل قبل مين، تلاقيهم بيعندوا في بعض. السواقين يعني ما شاء الله بيعندوا مع بعض، ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ سانتي 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 يا جدعان، الله اكبر عليك يا ابني. سواق والله. هو طبعا هنا بطل العربيه وبيزق العربيه. بطل يا ابني عشان في مشكله. الله اكبر. طب ليه سبب الاختلاف ده يا استاذ مصطفى؟ بعدين نفسي راح طالع من جوه. كنت واقف وراه الناحيه الثانيه، فاهم؟ يعني انت كنت جاي تركن هنا وجاي بعد العربيه راح طالع. انت عايز مني ايه؟ يبقى كده مستقصدك. طب وايه سبب الاختلاف ده يا استاذ مرعي؟ قلت له انت طلعتني ليه من هنا؟ فلو انت ناوي تنزل مصر وتجرب المواصلات الشعبية، لازم يبقى معاك حد يعرف يتعامل، حد مصري ويكون يعرف يتعامل لو حصل لك. يا اما ما تجربش، لانك بصراحة هتتبهدل. فكده وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وقول لي عجبك الفيديو ولا لا، او اي اقتراح تاني اكتبه تحت في الكومنتات. سلام.